شوف، بغيتي دير شي حاجه في حياتك خاصك تكون عندك الكلمه، سواء مع راسك ولا مع الناس، حيت لما كانش ما غاديش تطفر. علاش؟ نبداو مثلا، انت بينك وبين راسك انت واحد النهار قلتي صافي انا من اليوم خاصني نبدل حياتي، خاصني نتعلم شي مهاره، نقرا شي حاجه، ندير شي بيزنس، شي حاجه بحال هكا. اول حاجه خاصك ديرها هنا هو انك تواعد راسك وتعطي لراسك الكلمه ودير واحد البروغرام وتلتزم به. يعني انت غتلتزم بهذيك الكلمه اللي عطيتي لراسك. اولا غادي تولي عندك واحد الاحساس بالمسؤوليه اللي هو زايد شويه، وثانيا غتولي تحترم راسك بينك وبين راسك حيت عطيتي لراسك كلمه ووفيتي بها. ومن ناحيه اخرى غتبقى غادي دقه دقه على حساب هذاك البروغرام اللي درتي حتى توصل لهذيك النتيجه اللي بغيتي. وهذا هو الالتزام او لا ديسيبلين اللي كنت هضرت عليها في الفيديو اللي فات، اللي قلت راه خاصك تربيها في راسك عوض ما تبقى معول على الموتيفاسيون. ندوزو دابا للكلمه اللي غتكون عندك مع الناس. نفترضوا مثلا انك عندك واحد البيزنس وقلتي لواحد الكليان انك غادي تليفري ليه واحد الخدمه في واحد المده اللي هي قصيره، اولا غتبيع ليه واحد البرودوي اللي عنده واحد الجوده واعره. الا ما التزمتيش بهذا الشيء اللي قلتي ليه، هذيك الساعه ما غتكونش خسرتي غير هذاك الكليان، ولكن خرجتي حتى على السمعه ديالك. حيت حنا بطبيعتنا فاش كيقول لنا شي واحد شي حاجه، راسنا كيبدا كيتخيل لنا شي حاجه ما وعر وما احسن. كيف فاش كدير ليه انت بالضبط هذاك الشيء اللي قلتي ليه، كتجي شي حاجه عاديه وكيشدا وكيسكت. اما الا مشيتي تدرتيها خايبه، غيضرب لك الطر وغادي تقدر تخسر حتى كليان اللي كانوا ممكن انهم يكونوا دي كليون بوتونسيال من هنا لقدام. داكشي علاش فاش تعطي كلمه التزم بها، ولا بغيتي تمشي بعيد دير احسن من داكشي اللي قلتي وشوف النتيجه كي دايره ورد عليا الخبر.